السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. النهاردة كده راجعين بفيديو جديد واحنا بنلمع مع بعض المواعين. بس قبل كده ما نبدأ اي حاجة دايما كده متعودين مع بعض، دايما بنصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. شايفين يا حبايب قلبي كده ازازة ملمع ب5 جنيه بتخلي لك المواعين ما شاء الله لا قوة الا بالله. احنا عندنا يا حبايب قلبي، عندنا كده في بيت العيلة بيحبوا ياكلوا في الألمونيا اللي هي البلدي زي ما انتم شايفين قدامكم كده اهو. ما شاء الله بنجيب ازازة ملمع ب5 جنيه بس، بنخلي المواعين بيها كده زي ما انتم شايفين قشطة بيضة. ربنا يديها الصحة يا رب. حماتي كانت قاعدة في الصالة كده قالت لي هاتيهم وتعالي ايه ما تقفيش من كده، انا حامل وتعبانة وكده. قالت تعالي اعمليهم وانتي قاعدة جنبنا كده. قلت لها ماشي عادي مفيش مشكله. جبتهم وقعدت معاهم يا حبايبي. زي ما انتم شايفين ادي ازازه الملمع اللي انا بحط منها دي. انت بتحط حبه صغيرين علشان خاطر المواعين. انت لو كترتي المواعين هتبهت منك وهتبقى مش حلو. انت بتحط حبه على مع السلكه كده والصابون، بتخلي لك المواعين ترجع تاني جديده. كل فتره كده يا حبايبي لازما ايه انت بتدعكي برضو من غير ملمع عادي مفيش مشكله. بس كل فتره كده ايه بتحب تلمعيهم برضو ان هما يتنيهم نضاف وكده. حد دخل عندك عزومه اي حاجه يبقى حاجتك نظيفه زي ما انتم شايفين قدامكم كده. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ديت الحله هي ما شاء الله بعد ما عملتها بتبقى لو انت مثلا عامله سلقه كرومب او اي حاجه من ديت او مطيبه لحمه، بتبقى المواعين زرقاء منك او كده. انت بتحطي حبة الملمع عليها بترجع لك تاني جديدة زي الاول، وايدك ما بتتعبكش ولا كده. وهي عادي حاجة يعني ايه رخيصة مش غالية، بتوفري بيها وبتنضفي بيها بصي وبتخلي كل حاجة معاك نضيفة. كل حبايبي ان احنا في الارياف وقاعدين في بيت عيلة وكده، فلازم ما شاء الله بنعمل في الحلل الكبيرة ديت زي ما انتوا شايفين. علشان وعندنا يعني احنا عندنا اللطقم بتاعتنا بتاعتي انا وسلفتي ربنا يديها الصحة يا رب. فاتحة قناة برضو بتاع يوميات ام البنات في الريف. ديت سلفيت حبيبتي برضو ربنا يديها الصحة يا رب. بس هم حابين ان هم ياكلوا في اللي هي الالمونيا البلدي، نقول لهم ننزل طقم من فوق او كده. لا هم حابين الالمونيا البلدي ديت، يقولوا إيه احنا متعودين عليها وبنعمل فيها يعني من ساعة ما كده متعودين عليه. اهو شايفين الحلة بتبقى قدامك، لو فيها ايه حبة ملمع بيخليها لك بفت. ما شاء الله دي ازازة الملمع هي اللي انا كنت بغسل بيها قدامكم. كل حاجة واضحة وصريحة، وديت السلك والصابون. مفيش حاجة متغيرة عن كده ان انت تقولي مثلا يا ام حنين انت بتضحكي علينا ولا كده. والله يا حبايبي ما فيها اللي هي ازازة الملمع ام 5 جنيه وحبة الصابون بيخلولك المواعين بافتة. ما شاء الله. ولو وصلتوا معايا لحد هنا اهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر نفعل القناة مع بعض كده يا حبايبي. وربنا يديكم الصحة يا رب، وربنا ينصر اهل فلسطين يا رب يا حبايبي ويتولاهم برحمته وينصرهم على من يعاديهم يا رب. هم اهل اخواتنا برضو رب ندعي لهم برضو كده ممكن في اي يوم الدعوة بتاعتنا تستجاب ليهم وربنا يسترها معاهم يا رب ايه ويرزقهم كده العافية. شايفين ما شاء الله هي الحلة بعد ما دعكتها انت قبل ما تشوفيها كانت سمرة ومنقبة ومش حلو. الحلة بترجع معاك جديدة تاني. والله ما بتاخد وقت يعني احنا يعني في ثانية بتكوني خلصت. وما بتكوني قاعدة مع الحبايب ما بتحسيش بالوقت يعني ايه، بتحس ان الوقت فات بسرعة وما بتعبتيش. بيسألنا على ازازة الملمع ديت في التعليقات عادي مفيش اي مشكلة هقولك عليها، وبتيجي من عند بتاع المنظفات اسمها ملمع ألموني. بتاع عادي لو انت مثلا البوتاجاز بتاعك من فوق كده مكان ما بتعملي الاكل دهون بسيطه وكده، هو في حاجات للبوتاجاز مخصوص يعني في حاجات بتنظف البوتاجاز هجيبها لكم برضو تاني في فيديو تاني. بس هي ديت عادي لو هي دهون خفيفه ولا كده بتنضفها لك عادي. بس هي ديت بتاعه الالمونيا بصراحه. يعني احنا عارفين ان اللي هي الملمع ده بتاع الألمونيا، وفي كذا ملمع تاني في لمؤاخذة الحمام وفي للبوتاجازات وفي للبلاط. عندنا في واحدة هنا جنبنا بتبيع الحاجات ديت، كنا يا حبايبي ما شاء الله ماشية ومجرورة بتبقى حاجتها نظيفة وحلوة. لو عايزين برضو تكتبوا اعرفكم الانواع عادي مفيش مشكلة. اللي حابب اي يكتب اي حاجة انا تحت امركم فيها وهرد على حضرتكم زي ما انتوا يعني ايه اللي انتوا عايزين.
اهو زي ما انتوا شايفين كده. دي حبايب اللمايه اللي قدامكم ديت انا ايه يا دوب بس بنزل منها الصابون وبجيبه ميه تاني نضيفه بقى بعد ما بخلص بشطب بقى تاني ايه بقى المواعين بعد ما بحط قبل ما بحطها في المطبخ. اهي شايفين ما شاء الله اللمعه بتدي لمعه للمواعين فظيع. بس انا بقولت لكم تاني مره، هو انتوا عايزين تكسبوا الملمع ده انتوا حط شويه في الحله مع السلكه مع الصابون، ما تحطيش الملمع مباشره كده على الحله علشان خاطر المواعين ما تبص منك. يعني انت حط حبه الملمع وعليهم الصابون بسرعه وايه ودعك على طول عشان خاطر المواعين ما تبص منك. ادينا هو جبت حبه ميه نضاف تاني علشان خاطر بقى اشطف المواعين الشطفه الاخرانيه. وزي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله المواعين معاكم اهيت بتلمع. حماتي يا حبايبي من ساعه ما شافت المواعين كده وقاعده بتدعي لي تقول لي ربنا يديك الصحه يا رب ويخلي لك اولادك. حاجه بسيطه يا حبايبي وبتخليكي بصي يعني ايه بكفايه دعوه حماتك يعني. دي بالدنيا كلها حتى لو انت تعبت شويه بتنسي التعب. ربنا يدوم الصحة يا رب. احنا قاعدين يا حبايبي كلنا مع بعض، محدش يقول ان بيت العيلة مش حلو. مش كل البيوت يا حبايبي، في بيوت ان انت مثلا تقولي مش حلوة، في بيوت ما تحسسكيش اساسا ان انت اتنقلت من بيت ابوك. لا، هنا وهنا واحد ما فيش اي مشكلة. ربنا يا رب يخلي الحنين كله ما يحرمناش منه. شايفين اهو ما شاء الله انا دخلت حبة المواعين اللي انا كنت غسلاهم معاكم في الاول وكان فاضل دمك جبتهم رخرين علشان خاطر ايه ما يبقاش كده في مواعين كلها تبقى اتلمعت معايا. انا جبت المواعين يا حبايبي في المطبخ كلها لمعتها كلها علشان خاطر انا ما بحبش يعني ايه اعمل حاجة وهي واسيب حاجة. لا انا ما بحب اما اعمل حاجة اعملها كلها. ودينا هو دخلنا مع بعض كده المطبخ. تعالوا بقى ايه نرسهم كده في المطبخ مع بعض زي ما انتوا شايفين. ادي ديت الحلة اللي هي بكونها كلها مع بعضها. طبعا الاطباق والحاجات ديت بتتحط في مكان لوحدها. هنرص مع بعض الحلل عندنا يا حبايبي مطبخ. انتوا عارفين ان احنا قاعدين في بيت عيلة وكده بيبقى ايه دربكة ايام. شايفين اهو ما شاء الله المطبخ اللي قدامكم دي يا حبايبي انا بدعكم كمان بالملمع. بيبقى بصوا بيرجع ابيض تاني. هو مش جديد ولا كده، هو يعني بتاع حماتي ربنا يديها الصحة، بس بيرجع انضف من الاول. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك